وإلى ولاية الطارف، استفادت العديد من العائلات بمنطقتي جريدي والنمشية التابعة لبلدية بن مهيدي بالطارف من عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي، مما سيرفع الغبن عن ساكنة المنطقة وينهي معاناتهم مع أزمة الغاز. تفاصيل أوفى في تغطية حسام الدين العابدي. بلادنا لا في خير، بلادنا لا في خير، لك هزيتينا روسنا يتبون، لك هزيتينا روسنا لا كنا ذلال صح. 63 سنة ما صرنا حتى واحد، اليوم الوالي لو خسر داري وشافها، والحمد لله ونشكر السلطات كاملة. قمنا بإعطاء إشارة انطلاق يعني توصيل الغاز بالغاز الطبيعي، وإن كانت المجموع هي 120 يعني 120 أكثر من 120 توصيل بالنسبة للمستأثرين هاتين، وهذا يدل على المجهودات اللي تقوم بها الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالربط بالمناطق يعني هذه المعزولة والنائية بالغاز الطبيعي وكذا الكهرباء. وستكون هناك في مع منتصف او نهايه سنه 25 أن تكون فيه الارض اكثر من يعني المستوى اللي راهو فيه حاليا، اللي هو مستوى اظن انه 75% من الربط بالغاز الطبيعي. الاوبجيكتيف تاعنا او الهدف انه نطلعوه ان شاء الله نلحقوا ان شاء الله حوالي 80%.